بيتهيالي كلنا متفقين ان صينية البطاطس باللحمة حاجة كده ورا الخيال. ايه رأيكم لو نعملها المرة دي في طاجن مختلفة تماما في الطعم والريحة؟ بجد حكاية. انا اسمي مروة، لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة والصفحة وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بصفتي دايما. تعالي اقول لكم بقى تكاتها وحركاتها عشان تطلع معاكي مظبوطة وريحتها كده تلم عليكي الناس. يلا بينا. في حلة على النار احط معلقة كبيرة مليانة من السمنة، وهنزل باللحمة بتاعتي. عايزة اديها صدمة. انا بفضل اللحمة تكون متقطعة قطع صغيرة زي كده، بس طبعا براحتك خالص. هبتدي ان انا اشوحها بالشكل ده على الناحيتين، عايزاها تاخد لون دهبي فاتح. تمام كده، ده الشكل بالظبط اللي انا عايزاه. هنزل كمان بكوباية من الطماطم المبشورة، وعليها كوبايتين من المية، ومعلقة من معجون الطماطم. فلفل اسود بقى تقريبا نص معلقة صغيرة، وزيهم السبع بهارات، وكمان من بهارات اللحمة معلقة من السكر عشان حموضة الطماطم. وهنقلب كويس جدا. تركية بقى حلوة قوي، هنحط بقى 3-4 بصلات متقطعين شرايح رفيعة بالشكل ده. تقدروا ان انتوا تشوحوهم في الاول مع اللحمة، تمام؟ بس انا ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، بس دي بصراحة لما بحس ان انا عايزة طعم البصل يكون باين، بسيبها تاخد وتدي مع نفسها. بحضر كمان بصلتين كبار مفرومين ناعم، واحط عليهم نفس التوابل، فلفل اسود والسبع بهارات وبهارات لحمه. ويا سلام بقى على رشه جوز الطيب، خطيره بجد، بتودي الطاجن في حته تانية خالص. ظبطت كمان الملح بتاعي، وهبتدي ادعك كويس جدا التوابل دي مع البصل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبتدي ان انا اخليه بقى اول طبقه في الطاجن بالشكل ده. البطاطس بتاعتي قشرتها وببتدي اقطعها قطع تكون يعني بصوا عايزينها محمله، ما تكونش رفيعه ولا تخينه عشان تتحمل معانا التسويه في الفرن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الكميه طبعا بتاعتك انتي بتاعت البطاطس، وكمان فلفلايه واحده رومي بتدي بقى بصوا ريحه حلوه قوي. تقدروا كمان تضيفوا جزر على فكره. هبتدي ان انا بقى اظبط الطاجن بتاعي. هرص بقى فيه البطاطس بالشكل ده. عملت معاكم قبل كده الوصفة دي بس بالفراخ، المرة دي بقى هي باللحمة مختلفة يعني، بس نفس التركات والحركات بالظبط. البصل اللي تحت ده بقى بصوا بيخلي الطاجن حكاية خطير بجد. تمام كده، هبتدي اظبط بقى الدنيا بتاعتي بالشكل ده. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي عرفيني على نفسك، قوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني. الصلصه بتاعتنا بقى خلاص اتسبكت كويس، والطماطم خلاص بقت تحفه زي ما انتوا شايفين كده. انا مش بحبها تكون تقيله قوي، بحبها خفيفه. وتقريبا التسويه بتاعت اللحمه يعني تقريبا 3/4 سوا، يعني خلاص دخلت اوريدي في السوا تمام. وده مهم جدا، لو احتاجت ميه على البوتاجاز حطوا عليها عادي مفيش مشكله. وببتدي انزل باللحمه بتاعتي بالشكل ده والصلصه بتاعتي. بعمل الحركه دي عشان اتاكد ان الصلصه نزلت جوه خالص تحت الطاجن. ببتدي ادخلها الفرن بقى، بتاخد تقريبا ساعة الا ربع على ساعة على حسب. بشغل بقى الشواية وبتاخدوا احلى طاجن، ريحة بجد تجنن حكاية. شايفين يا جماعة؟ نفسي بجد تشموا الريحة. اللحمة دايبة جدا بشكل مش طبيعي، ومش بصوا يعني تحس انها كده جوسي في نفسها كده، وفي صلصة خطيرة. يعني الصوص بتاع اصلا الحاجات دي بيجنن، يجنن لوحده مع رز بالشعرية طبعا وطبق سلطة خضراء وكده بقى. يعني ألذ أكلة ممكن تجربوها. شايفين البطاطس مش مهرية خالص، بس في نفس الوقت أول ما بنيجي نقطعها بتدوب معاكي دوبان بس متماسكة. حلوة قوي بجد. والصوص بقى خطير، مش ناشفة خالص. اللي بيحبها ناشفة ينشفها طبعا في الفرن، بس انا الحقيقة بعشقها بالصوص يكون كده مغرقها كده، عارفين؟ هي بصوا اذواق في الاكل طبعا. عايزة اوريكم بقى، شوفوا البطاطس تحفة ازاي، خطيرة. واللحمة دايبة دوبان تجنن بجد. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها، اللي لا تقاوم فعلا. شايفين الصوص في الطاجن ازاي منشفش خالص مننا، والتسوية حلوة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.